السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هننفذ الشرشوبة اللي انتوا شفتوها قدامكم دي، وديت بنستخدمها في تزيين الشنط. دايما بنعلقها كده على جنب الشنطة، بتدي شكل حلو جدا. وهعملها لكم بطريقة بسيطة جدا وسهلة جدا، واي حد هيعرف ينفذها. اول حاجة هتقيسي الطول بتاعها زي ما انتوا شايفيني كده بقيس الخيط. ممكن تطولي عن كده وممكن تقصري عن كده. وبعد كده هتقيسي كل الخيط اللي انت هتستخدمي فيها بنفس طول المقاس اللي انت قستيه في الاول. انا عملتها بعشر فتل من الخيط، يعني قست 10 مرات. تقدري تقيسي اكتر لو انت عايزاها الكثافة بتاعتها اعلى من اللي انت هتشوفيها في الاخر، وممكن تعمليها اقل كمان. والطول كمان تقدري تطولي اكتر من كده، وتقدري تقصري اكتر من كده. انا حبيت الطول ده كان مناسب بالنسبة للشنطة اللي انا هعلقها فيها. وكمان العدد انا خدت 10 فتل زي ما قلت لكم كده، قصيت 10 مرات من الخيط. وطبعا على قد ما تقدري تخلي الطول واحد عشان ما تهدريش في الخيط بعد كده. ماشي، انا بالنسبة لي عملت 10 مرات من الخيط زي ما انتم شايفين كده. ولو تلاحظوا بصوا بقيس كل مرة وانا بقص علشان ما يبقاش في تخدير للخيط بعد كده. وبعد كده ودايما تبقي ظبطاهم، يعني ما يبقوش ملويين ومعوجين كده على بعض، لا تخليهم جنب بعض عشان وانتي بتربطي يبقوا شكلهم حلو ومتساوي. اول حاجه تمسكي الطرف كده وتظبطي الحرف بتاع كل فتله، تخليهم تقريبا بالظبط كده قدام بعض، يعني جنب بعض كده بطول واحد، ما يبقوش طالعين ونازلين. وبعد كده تظبطي الخيط، وبعدين هتقسمي كده بالنص، تخلي الناحيه دي قد الناحيه دي في الطول. وزي ما انتوا شفتوا انا عماله اسرحها كده بايديا علشان خاطر تبقى نفس الطول، ويبقوا كل فتله جنب التانية كده، ما يبقوش منعكشين. كل ما بقت متساويه وجنب بعضهم كل ما اداكي في الاخر شكل احلى. اهو كده تظبطي فيها بقى. وبعد كده الشرشوبه دي انا عاملاها الشنطه، هنزلها لكم بعد دي على طول. فعلا فعلا فرقت في شكل الشنطة كمان، يعني خلت شكلها حلو جدا وكان شكلها جميل. باذن الله هنزلها لكم بعد الفيديو ده على طول. انا ما رضيتش اخلي فيديو واحد علشان خاطر ما يبقاش الفيديو طويل قوي. وهنا بقى هتلفي بالخيط الازرق كده. طبعا الالوان دي على حسب ما انت شغاله، يعني انا عامله عشان انا مستخدمه اللونين دول، فانت الالوان دي على حسب ما انت طبعا شغاله. اول حاجه هتلفي كويس جدا وتبقي ممكنه الماسكه بتاعتك كده، وهتربطي بقى مرتين، تربطي قوي. وبعدين رابطه كمان برضو تربطي بقوه كده عشان ما يفلتوش من بعض بعد كده. وبعد كده الخيط كان فيه عقده فكتها. وبعد كده باي ابره كروشيه عندك هتدخلي جوه الحلقات اللي فوق كده من نصهم كده، وتطلعي الابره من تحت. وبعدين تيجي قدام العقده اللي انت ربطتي بيها الخيط الازرق، وتشدي الخيط علشان العقده تدخل معاكي وانت بتشديها. فاهماني؟ يعني بصي كده، لو تلاحظي بصي انا بظبط علشان تبقى قدام العقده، علشان لما تسحبي الخيط الازرق هيتدارى وهتتداري العقده في الخيط الاورنج اللي قدامكم اهو كده. وطبعا زي ما قلت لكي تبقي رابطه الربطتين فوق بعض كويس وشدهم حلو قوي، ورابطه بقوه كده علشان بعد كده ما تسيبش منك الشرشوبه اللي احنا عملناها دي. وبعد كده هتقصي بقى الخيط، وبعد كده بالولاعه الحته الزرقاء الصغيره اللي فاضت دي بالولاعه هتروحي لسعاها كده وضمهم على بعض عشان ما تبقاش باينه خالص. وبعد كده هتظبطي بقى الشرشوبه من فوق ومن تحت، لو في اي زيادات في الشراشيب من تحت كده هتبداي ان انت تساوي وتقصيها. لو في فتله طالعه كده لو اي حاجه على قد ما تقدري تخليهم طول بعض اهو. ما تقصيش مره واحده، قصي فتله فتله كده عشان ما تجيش بوربه وما تجيش وتضطري ان انت تبصي تلاقيها قصرت منك اهي كده بالطريقه دي. بصي كده بالعين كده، لو لقيتي ان هي اتظبطت وبقت كده تمام خلاص. وبعد كده هتفكي بقى كل الخيوط اللي تحت دي عشان تديكي شكل الشرشوبه بجد.
ودي حلقة اللي هي بتبقى سهلة الفتح، هنركبها في الخيط من فوق، في الحلقات اللي احنا جمعناها دي من فوق، وتحاولي تخليها ورا بعضها كده، فتلة ورا التانية ورا التانية، ما تركبيهاش كده وخلاص. كل ما بتظبطي الشغل كل ما في الاخر بيديكي شكل احلى. اهي كده، دي بتسهل عليكي تركيبها في قلب ايد الشنطة، ما بتبقاش فيها اي مشكلة. وهنا بقى الخيط ده كله هتلفيه كده وتفكيه عشان يديكي فوليوم كده ويديكي كثافة. وان شاء الله هتشوفوها زي ما قلت لكم متعلقة في الشنطة اللي بعد كده على طول، الفيديو اللي ورا ده ان شاء الله، وهتشوفوها قد ايه نطقت الشنطة وخليتها جميلة. وده كده الشكل بتاعها النهائي.